اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما غفلوا عن ذكره الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ معلش وحشتوني، انا جبت عنكم كتير قوي. وحشتوني يا حبايبي. انا متشكرة جدا لكل سأل عليا. الف شكر. سؤالانكم ده على راسي والله. متشكرة الف شكر يا حبايبي. معلش كل ساعة الواحد بيبقى في حاله. شو يعني الحمد لله. الحمد لله. النهارده هنعمل اسرع واسهل طريقة صينية رقاق. يعني ممكن كده وانت الناس جايه من الجامع كده عمال ما يروحوا يصلوا صلاه العيد تعمليها هوا ياكلوها ويجوا بالسلامه كده ياكلوها وهي سخنه. على فكره انا ما بحبش السمنه كتير في الحاجات دي، بتبقى خفيفه جدا، بعملها خفيفه جدا لان انا عندي ولاد ما بيحبوش الحاجات السمنه. بصي يا حبايبي نبدا بقى بسم الله ما شاء الله الله اكبر. اول حاجه هنعملها طبقه رقيقه، مش هنعمل كتير. في ناس بتحط الرقاق يعني 6 فوق و6 تحت وفي وسطهم لحمه، في يعني حسب طبقاته. في ناس بتحط طبقتين لحمه، انا بحب اعملها رقيقه تتمسك كده بسهوله وتتاكل بسهوله، ما تبقاش صعبه وسهله جدا. انت هتعملي كده اهو. لا عملتيها دي اهي. هتجيبي شويه سمنه او حسب امكانياتك. الحاجات دي ما فيهاش حاجه معينه، سمنه عاديه، سمنه بلدي، سمنه وزيت، يعني الموجود متوفر في البيت. حطينا دي بسم الله على طول. دي اسرع طريقه، ولا اركنها شويه ولا دي اسرع طريقه في الرقاق. على فكره الميه اللي الشوربه تنزل دي شوربه لونها كركم اصفر، انا حاطه عليها كركم. بحب اقطع الشوربه شويه كركم كده حسب بقى كميه الشوربه عندي، بحيث بتديها طعم حلو وصحيه. انتوا عارفين طبعا الكركم بيشيل التهابات من الجسم وفوائده كتير. شويه كده بيبقوا حلوين جدا. والشوربه اللي تحت دي ممكن نكبها وناخد منها تاني، او ممكن تاخد بالايد عادي كده. بسم الله ما شاء الله. ادي اتنين دول. انا هعمل ايه؟ همسك ده، ما بحطش سمنه كل طبقه اهو كده بسيطه عشان ما تبقاش سمنه. حاجات خفيفه جدا وهتعملوها جربوها وتذوقوا الطعم يبقى بتاعها وخفيفه، ما تحسيش ان بتاكلي حاجه. انا في مره كده كام واحده كده 2، خلينا فاكرين كده 2. انا احط كل طبقه 3 بس عشان ما تبقاش اللحمه قليله وتبقى عاليه كده على الفاضي. على فكره الرقاق في ناس بتعمله يعني يخليك تكرهي تاكل الرقاق، او تسمعي اسمه وصينيه رقاق نفسك تئز منه من كتر السمنيه بتاعته. هنا ده ما بتبقاش سمينه كده، بتبقى حلوه جدا وخفيفه، ما فيهاش اي تقل سمنه ولا اللحمه. حتى اللحمه برضه مش حاطه فيها سمين جامد. يعني ليلى الجزار يعملها لي مش سمينه، يعني خلي يعني لحمه مفرومه بس مش سمينه كده. احنا حطينا 3 كده، حطيت 3. نحط بقى شويه لحمه زي ما قلنا احنا زمان مع بعض. قلنا ان احنا بنشيل لحمه معصجه جاهزه، يعني كل ما تلاقي نفسك فاضيه وعندك حاجه. يعني انا جبت كيلو لحمه من فتره وعصجته وسبته في الفريزر. اول ما احب اطلع واعمل لحمه بتيجي سهله، بدل ما تقعدي لسه تعصجي لحمه وتعملي مولد. لا هوا اللحمه عندك متعصجه جاهزه. طبعا كلنا عارفين اللحمه المعصجه، عملناها قبل كده في الفيديو في القناه. لحمه، بصل كتير، ملح وفلفل وخلاص على كده، كمون. اللي عايز بقى حاجه تانية يحطها في الفيسبوك يعني كده اهو. ما تحطيش الطبقه اللي فيها اللحمه ما تحطلهاش سمنه. احنا حطينا 3 رقات، واحده تحت وفي الوسط اللي هي قبل اللي حطينا اللحمه، هي اللي حطينا برضه كده. خلاص منتهى السهوله، سهله جدا ومش هتاخد منك وقت خالص.
يعني الناس تروح تصلي الجامع هتستنى صلاه العيد، هتيجي انت اهو دي بقى ممكن اهو كده اهو عندي اهو مش كده. الحاجات دي مش هتلاقي. ما بعملش انا صينيه واحده على فكره، بس بعمل لكم واحده قدامكم، لكن انا بعمل كذا صينيه. ببقى جاهزه لحمه وبعمل كذا صينيه، لانها بسم الله ما شاء الله مجرد ما بتقطعيها ما بتلاقيهاش، بتلاقيها بالهنا والشفا، اتاكلت وهي سخنه، ولو بردت ما بتحسيش فيها دهون خالص. هنا برضه طبقه كده عشان ما حطيناش على اللحمه حاجه، شويه صغيرين قوي. اي ماده دهنيه عندك متوفره في البيت. كده احنا حطينا تحت اللحمه 2 والتالتة اللي عليها اللحمه، يعني 3 فوق و3 تحت. بصوا كده 2 كده 3 تحت، ودي واحده فوق. دي مش هتحسي بيها والله، جميله جدا. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات، قولوا لي عجباكم ولا بتحبوها السمينه. بس انا بصراحه ولادي بيحبوها خفيفه، تتاكل كده ما فيش يعني تاكليها بايدك ما تتزروتش اي حاجه، ما فيش سمنيه كده وسمنه كتير عليها، لا كده عملناها ب6 رقات، 3 فوق و3 تحت، واللحمه في الوسط. واللحمه طبعا متعصبه ومتدق ملحها، عليها ملح شويه كمون، اللي عايز فلفل اسود يحط حسب المزاج. دي جميله جدا وما بتاخدش نار كتير، شويه صغيره ولعها الفرن عاديه جدا، بس ما تحطهاش تحت، حطيها متوسط الفرن مش في الوسط مش تحت اهو كده. وسط الفرن كده ولعها عادي خالص، وبشيلها شويه شويه تلاقي بدات ايه تحمر من الجناب، وتاخدي بالك ممكن تحطيها شويه تحت الشوايه عشان لو لقيت وشها لسه عايزه تحمري شويه. كده عملنا صينيه اسرع. في ناس بيحطوها لما بيلوا الرقاق ما بيحطوش على طول، بتسيبها شويه في صينيه او في مصفى او اي حاجه عشان تطرى شويه. هي كلها محصله بعضها، سواء طرت شويه عملت، هي عموما دي بتبقى جميله جدا. اهو بص بدا الرقاق اهي، دي جميله جدا كده، يعني خفيفه على المعده، واما تطلع شوف شكلها عامل ازاي. كده حطينا 3 رقات تحت و3 فوق وفي وسط اللحمه، وكل 2 بالرش رشه كده على السرير. دي هتشوفوها ما تستوي، هوريكم دلوقتي سمنتها ما تستوي شكلها عامل ازاي. خليكم معايا هسويها واجي لكم يا حبايب قلبي. كل سنه وانتم طيبين، معلش كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم بخير يا رب، وعلى اولادكم وعلى حبايبكم يا رب، وكل اللي نفسه في حاجه حققها زي اليومين دول يا رب، حق جه النبي يا رب. استنوا هسويها واجي لكم يا حبايبي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا قلت لكم طريقه رقاق اسهل منها واخف منها في الاكل مش هتلاقوا، لان انا قبل كده عارفه الرقاق بيعمل ازاي، وكلته عند ناس قرايبنا ازاي، وكان ليه حكايات طويله معايا. ده جميله جدا. الكيلو لفه الرقاق عملت بيها 3 صور، طبقات رفيعات. بص الرقاق ازاي، بص مقرمش، واللي تحت طريه، والسمنه مفيش، ما تلاقيش هست يعني. بص مفيش دهون كتير، مفيش حاجات ملسلسه كده تحسيها انك نفسك تأذى وانت بتاكليها، او حتى مجرد ما تشوفيها قدامك. انا جبت كيلو لحمه مفرومه زي ما بعمل انا، تعودتكم معايا، انتوا عارفين ان انا بجهز الحاجه قبلها، يعني جهزت اللحمه المفرومه قبلها وشايلاها، بعمل كل حاجه وكده لما اكون وقت فاضيه وكده والدنيا رايقه معايا اعمل حاجه واشيلها. طلعتها اسرع سريه، ما خدتش مني وقت، يمكن البوتاجاز اللي خد شويه يعني. حطيت زي ما شفتوا كده اقوم بس ملحوظه خدوا بالكم منها، نسيت اقولها لكم. الشوربه خليها دافيه، يعني وانتوا بتحطوا الشوربه تعمليها دافيه بسيط، يعني ايدك تستحملها زي ده معلقين كده، بحيث ان انت ما تهريش الرقاق، لو سخنه هتهريه. مجرد ما بتحطيهم وتبليهم زي كده بتلاقيهم هديوا بعد كده وطريوا خالص. تحطي زي ما انت عايزه، حطي 3 فوق 3 تحت واللحمه في الوسط، حطي 2 و2 واللحمه في الوسط. شوف ازاي مقرمش، مفيش دهون ولا حاجه، بتقسم يفرد من بعضه. دي اسرع طرق صينيه رقاق واخف اكل رقاق، مش هتلاقيه سمين خالص ولا تقيل على معدتك، ولا لما تاكليه تحسي بزياده كده عايزه تحسي انك عايزه تنامي ولا تشربي حاجه تمشي، لا مفيش خالص، او تحسي بسمنه، مفيش اي حاجه خالص، ما تحسيش
اي اكل دهون ما بحبوش، دايما باكل خفيف. تدفي الشوربه وتكون عندك العصاجه مش هتاخد وقت، عمال ما يجوا من الجامع صلاه تلاقي كل حاجه جاهزه. عمال حتى ما حد يروح يصلي ويجي لو في اي وقت تاني هتلاقيها جاهزه، طبعا عندك حاجتي كلها جاهزه. كده عملنا بكيلو اللحمه المفرومه 3 صواني، وبلفه الرقاق برده 3 صواني رقاق. طبقه رقيقه تاكليها تعرفي تتمسك حلو في الايد، وفيها لحمه كويسه، ما تبقاش يا دوب شامه لحمه، وخفيفه جدا على المعده. اللي خلاني بقول لكم خفيفه جدا ليه؟ لان انا قبل ما اقول لكم على الموضوع كان فيه زمان الناس جت عندنا من البلد كانوا عاملين، هي حكايه ايه بس اعرفكم الفرق بين دي ودي، وما تعملوها وتجربوها هتعرفوا قد ايه دي خفيفه على المعده وخفيفه، وانت بتمسكيها كده اكنك بتاكلي جلاش. ايه اللي بيحصل؟ جايه بكلم الناس يعني كانوا جايين من البلد عندنا، بعمل الرقاق وكده بدهم، لا مش عايزه رقاق، ما كانش شافته لسه. انا نفسي بتأذى لما بس بشوف الرقاق. ده قاعد تحكي لي ده مش عارفه مين اللي عملتها وسماها تقيل وكان سمنها، قلت له لا شوف اللي هتاكليها دلوقتي وهتفرق. والله العظيم اول ما كلتها ودي ست كبيره مش هقول لك عيله يعني لسه جديده وشايفه وبتعرف الاكل، اول ما دقتها قالت لي ده انا عمري ما اكلت رقاق بالشكل ده انا اكني ما اكلتش، ده انا ممكن اكل الصينيه كلها وانا قاعده مش حاسه بتخمه. جميله جدا وسريعه جدا، بس عليكي ايه انك تجهزي قوام خليه عندك لحمه معصبه، هتلاقي نفسك بتعملي كل حاجه سهله، الرقاق والحاجات كلها زي ما قلت لكم يا حبايبي بكل سنه وانتم طيبين. هي شويه شوربه دافين، ولو ما عندكيش يا ست شوربه حطي شويه ميه دافين بعد حطهم شويه ملح، وكل الظروف يعني الناس مش دايما كده، كل واحد يمشي على قد ظروفه. شويه ميه دافيه شويه ملح عليهم معلقه سمنه بس كده، وبلي الرقاق منها هتمشي تبقى زي الفل. المهم المطبخ ملعبك، فنني وابدعي في مطبخك، اخترعي، يعني المطبخ ده عايزك تخترعي فيه اكل وكل شويه حاجه جديده، ما تمشيش بالنظام بقى، يعني الحاجات تشوف الاحسن وطبقيه. ولما يكون في بيت في اطفال هتلاقي نفسك كل شويه تفكري في حاجه شكل كده يا حبايبي. دول اسرع طريقه واخف رقاق، اسرع طريقه رقاق واخف طريقه رقاق، ولفه واحده 3 صواني، وبكيلو واحده 3 صواني. يعني اكله هتاكليها جربوها يا حبايب قلبي، ولو عايزين اي حاجه اعملها لكم اكتبوها لي في الكومنتات، جربوها وقولوا لي رايكم ايه وادعوا لي. بصراحه ربنا انا ما صدق اعمل حاجه حلوه عايزه اعرفكم كلها بيها، يعني بقالي فتره عايزه اعمل دي بس الحمد لله جه في وقتها كويس الحمد لله. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، انتم حبايبكم ويقعد عليكم الايام بخير يا رب، وكل اللي في نفسه حاجه يحققها. وانا سعيده جدا باللي يسالوا عليا وسؤالهم ده فوق راسي. انتوا كلكم اخواتي واولادي، ربنا يخليكم يا رب، وممكن يكون احفادي كمان، ربنا يخليكم ويقعد عليكم الايام بخير يا حبايب قلبي. كلوا احلى صينيه رقاق وادعوا لي، امانه عليكم تدعوا لي. واللي يحبني بقى قوي يشترك ويعمل لي لايك، ابقى فوق راسي. متشكره جدا يا حبايبي، وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب، ويا رب ما تحرمش منكم ولا اعمل، لان فعلا بقالي فتره ما اعملش فيديوهات، انا نفسي كنت متضايقه من الموضوع ده، بس الحمد لله. يلا يا حبايبي ما اطولش عليكم، يلا روحوا جربوا صينيه رقاق، يلا واعملوا لحبايبكم واكل خفيفه على الكبير والصغير، حتى اللي عنده كوليسترول هيكون مفيش، خفيف جدا مفيش اي حاجه. بس يا حبايبي اتمنى لكم عيد سعيد وهنا وسعاده وتقضي اوقات جميله. متشكره يا حبايب قلبي على كل اللي قلتوه لي، الكلام الحلو اللي قلتوه لي وسالتوا عليا، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. الى اللقاء يا حبايب قلبي، حلقه قادمه ان شاء الله، ربنا يوفقني في حاجه ثانيه اعملها لكم. مع السلامه يا حبايبي، وكل سنه وانتم طيبين.